السلام عليكم. معكم ميس مدى محمود، ومكملين معاكم سلسلة التأسيس المجانية والشاملة من البداية خالص من الصفر. أو ممكن ننطقه زي جه اللي أنا زي بعطشه يبقى جا كده زي حرف الجا. تمام. ممكن يتنطق جا وممكن يتنطق جه، وبإذن الله هعملكوا فيديو لوحده امتى هنطق الجي جا وامتى انطقها جه. تمام. يبقى تعالوا ناخد كلمات بتبتدي بحرف الجي. جه جوافا. انا قلت لكم اسمه جي، ولكن صوته ممكن يبقى جه وممكن يبقى جه. جوافا جوافا جوافة يعني. grapes. جه grapes يعني عنب. تعالوا بقى ناخد ازاي نكتب حرف الجي كابيتال مع بعض. لو تخيلنا ان دول سطرين الانجليش الاساسيين، هنبتدي من السطر الثالث الوهمي اللي انا قلتلكوا عليه زي نص دايرة نص دايرة، وتنزل تلمس السطر الاخير وتطلع للسطر اللي في النص، ومن النص هعمل شرطة كده. اعملها تاني اهي، نص دايرة تلمس السطر اللي فوق، تنزل للسطر اللي تحت، تطلع في النص، ومن النص هعمل شرطة كده. اخر مرة تطلع فوق تنزل تحت، تطلع تاني في النص، ونعمل شرطة كده في النص. تمام. ده الجي الكابيتال. اما الجي السمول، فلو تخيلنا ان دول سطرين الانجليش الاساسيين بتوعنا، مش هنطلع فوق المرة دي هننزل في سطر رابع وهمي. تخيل ان ده السطر الرابع الوهمي، وهننزل نلمس كده زي حرف اللام في اللغة العربية، وهنعمل نص دايرة في السطرين الاساسيين بتوعنا. تمام. اهو من السطرين الاساسيين نمشي نلمس السطر الرابع الوهمي ونطلع زي حرف اللام، وبعدين نعمل نص دايرة كده. اهو مرة كمان ننزل نعمل زي حرف اللام يلمس السطر الرابع الوهمي، ونعمل زي نص دايرة كده. وبرده الاسهم بتاعتنا عشان طريقة من فوق لتحت، عشان انا بهتم جدا بطريقه الكتابه الصحيحه. مش لازم يكون شكل الحرف كده وخلاص، وابتدي مثلا من هنا وبعدين انزل تحت كده. ساعات بشوف الاطفال مثلا بيجي يبتدوا من هنا وبعدين ينزلوا من تحت تاني ويطلعوا فوق ويقول لك لا ده شكل الحرف صحيح. لا، لازم اعرف الطفل وانا ماشيه طريقه الكتابه الصحيحه، وطريقه نمشي مع الاسهم كده. تمام. من فوق اهو لتحت، وبعدين الشرطه دي كده. والجي سمول هنبتدي من هنا وننزل تحت كده، وبعدين هنعمل ده كده. وده كان فيديو النهاردة حرف الجي، وتابعوني في الفيديوهات اللي بعد كده هنزل الحروف بالترتيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.